صباح الخير حبايبي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين يا رب وفي احسن حال وصحتكم كويسه. هنبدا فيديو جديد مع بعض النهارده، اتمنى من الله يعجبكم. ما تنسوش بس تدعموني بسبسكرايب للقناه لو انتوا اول مره تشوفوني، وتفعلوا زر الجرس، ولو عجبكم الفيديو النهارده دوسولي لايك ليه على طول. ويلا بينا نبدا الفيديو على طول. الفيديو بتاعنا النهارده هنعمل فيه حاجه اسمها الصابون الورقي. طيب، الصابون الورقي كده في ناس كتير تعرفه وفي ناس ممكن ما تكونش تعرفه. الصابون الورقي ده عبارة عن بتبقى علبة صغيرة كده فيها مجموعة من الورق ده بيبقى فيها يعني صغنن كده، حجم صغنن. مجرد ما تطلعي الورقة دي وتعملي بيها، تبلليها بالمية وتغسلي بيها ايدك، بتبقى بديلة بالصابونة بالظبط، او الشاور اللي بتغسلي بيه بتاع اليد، يعني شاور اليد. تمام. ده بينفع جدا جدا ان هو يكون في شنطتك، في سواء كنت في رحلة برا او في يوم طويل برا البيت، لو معاكي بيبي وانت برا البيت. ينفع كمان في جامعتك، ينفع في المدرسة، ينفع في حاجات كتير. المهم ان هو لازم يكون اساسي في شنطتك. ما ينفعش ان انتي ما يكونش في شنطتك حاجة زي كده. مش بنتكلم على الصابون الورقي بس، ممكن على الاقل ويبس او اي حاجة تقدري تغسلي بيها ايدك وانتي في ظروف برا البيت. تمام. فدوت هنعمله ان شاء الله، بس منتجات مش مكلفة خالص وبسيطة جدا وسهلة قوي، ممكن تعملي في البيت وتاخديه معاكي، وبرضه مش هياخد معاكي مكان في الشنطة. اول خطوات هتعمليها، او الادوات اللي المفروض تكون متوفرة عندك، حاجات بسيطة خالص والله، كلها من البيت. دي ورقة زبدة. طبعا انا لقيتها هي احسن حاجة ممكن تعملي بيها حاجة زي كده. تمام. مش شرط ورقة زبدة، اللي متوفر عندك ممكن اي ورق السندوتشات بتاع العربيات ده اللي بيلفوا فيه السندوتشات. ممكن كمان ورق الشفاف اللي بيتباع في المكتبة دوت، اللي احنا كنا بنرسم زمان عليه الخرايط ده، بنشف عليه الخرايط في الدراسات. تمام. وهتجيبي صينية عندك. ممكن كمان تعمليها على شبكة عشان الورقة ممكن تبقى احسن تنشف بسهولة عندك، لو انت مستعجلة ان هو ينشف، عايزاه ينشف معاكي بسرعة يعني. بس انا بالنسبة لي الصينية كانت كويسة. تمام. هتجيبي ادي ورقة الزبدة، وهنجيب فرشة بتاعة الاكل بتاعة المطبخ. تمام. وطبعا ممكن الفرشة اللي هي البراش بتاعت الميك اب عادي، اللي هي بتاعت البلاشر، مفيش مشكلة. بس دي بالنسبة لي انا عملت بيها ولقيتها كويسة. وهتجيبي اي شاور جل عندك او اي صابون. بصوا، اي نوع صابون متوفر عندك ان شاء الله، حتى يا ربي صابون بتاع المواعين مش مشكلة خالص، عادي. المهم ان هو اي صابون وخلاص، اي حاجة تعمل معاكي رغوة وخلاص. تمام. هنبدأ بقى واحدة واحدة كده. هنحط بقى ايه يعني، اتوصي بالورقة زي ما يعني بيقولوا كده. بصوا، وتبدأي ايه واحدة واحدة كده تفردي، تخلي الورقة بصي تتشرب الشاور كله، او الصابون كله، واحدة واحدة كده، لحد ما الورقة تلاقيها خلاص بتقولك كفاية. على فكرة انت ممكن تخليها لو انت عايزة تضمني ان هي تعمل معاكي رغوة اكتر، ممكن ان انت تعمليها كده مرة وبعد كده تسيبيها تنشف وترجعي تعيدي عليها تاني. بس انا بالنسبة لي هي دي عملت معايا، لما جربتها لقيتها عملت معايا رغوة وخلاص الحمد لله، مش مشكلة يعني بقيت. هيحل معاكي ازمات كتير قوي الموضوع ده. بصوا شكلها في النهاية بقى عامل ازاي. انا شربتها الجل كله بحيث تبقى كويسة معايا، تدي رغوة حلوة قوي. هسيبها بقى تنشف كده زي ما هي بحالها، ومش هاجي جنبها خالص. واول ما هتنشف هبدأ ان انا ايه اقصها كده بالمقص قطع صغيرة على حسب الشكل اللي انت حباه او اللي انت عايزاه. وبعد كده هتحطيها بقى في شنطتك، في المحفظة، في منديل، في كيس منديل زي ما قلنا، في اي حاجة انت عايزاها. بصوا، وبس كده. خطوة سهلة خالص، مش كده؟ بصوا ده شكله. هو انا حطيته في علبة صغيرة، هي مش صغيرة قوي بس العلبة اللي لقيتها عندي حاليا متوفرة. قصيته بالشكل ده كده، عملته وبقى عندي كده
شكله هيبقى عامل كده صغنن كده، مش واخد مكان خالص. مش شرط علبة خالص، ممكن تحطيه مثلا في كيس كده بتاع المناديل، اللي هي الكيس الصغير بتاع مناديل الجيب ده. ممكن تحطيه في المحفظة بتاعتك او البوكي بتاعك، ملهوش اي ضرر خالص، ولا هيعمل معاكي اي مشكلة نهائي. مش هيقولك لا لو حتى حطيتيه في جيب الشنطة من جوه اللي هو السحري ده. كده انا اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو بتاعي. اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب لو انتوا لسه مش مشتركين او اول مرة تشوفوني. ولو عجبكم الفيديو النهاردة تدوسوا لي لايك ليه. مع السلامة.